في الوقت اللي الامارات كتكرم واحد السيده مغربيه سميتها خديجه القرطي اللي تبرعت بالمال ديالها والدار ديالها لفائده مرضى السرطان. ملي مات الجوج ديالي ولبست الابيض طلعوا فقهاء صحاب الحاج تيقولوا الله الله الحاج ابراهيم، هما دفنوه رجعوا الخوت، رجعوا الحباب، رجع المال، بقى العمل. حتى انا بغيت نهار نموت يرجع كل شيء ويبقى شي عمل ليله القبر ان شاء الله. هذا هو المقصود. درتها ما خلا والو الا داك المنجيل، لا سياره لا الا داك المنجيل. وانا نقول المنجيل صدقتك لوجه الله لدوك الناس اللي في المستشفى غرباء، انا كنعطي هذا البيت هديه لوجه الله. طبعا شتان بين التكريمين. الحكومه ديالنا كتكرم 18 سمسار اللي داو لنا 1300 مليار من المال العام ومن الضرائب ديالنا اللي كنخلصوا. السيده خديجه القرطي المواطنه المغربيه اللي تصابت بمرض السرطان، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين ويحفظنا ويحفظكم منه ببركه هذا الشهر الكريم، تبرعت بدار واحده تملكها وتبرعات بشويه ديال الفلوس وفتحات دارها لفائده هؤلاء المرضى في مبادره جميله وطيبه كتسمى صناع الامل. وإحنا الحكومه عندنا من صناع الياس، وشتان بين صناع الامل وصناع الياس يا حكومتنا الموقره. وكنشوفوا قدامنا الارقام كتشاير 1300 مليار، 100 مليار، 14600 مليار. راه كيكلف ليا الحساب لان هذا الشيء بزاف علينا كنشوفوه، ولكن بالنسبه لنا يعتبر هذا الجزء المعرى من الجسد اهم من هذا الجزء المعرى من الواقع ديالنا، واللي كيمشي لنا من المال العام واللي كان ممكن يدير لنا بزاف ديال الحوايج. هاد الابطال 18 اللي كرماتهم الحكومه واللي عطاتهم 13 مليار ديال الدرهم، 1300 مليار سنتيم، واللي كل واحد فيهم تحصل على 72 مليار الواحد. هادو الابطال والله لا يصلحوا يكونوا مسلسل تلفزيوني، يصلحوا يكونوا فيلم. هادو راه ابطال. هذا الرقم اللي تعطى لهم راه ما حقه حتى اكبر الابناك في المغرب كتحقق 1000 مليار في السنه، وهادو 72 مليار الواحد و13 ألف مليار و500 سنتيم. فهذا الشيء راه فوق الخيال ويكاد يتجاوز الخيال العلمي. حتى اللي كيمارسوا التجارات غير المشروعه بلا ما نذكروها للاسف الشديد راه ما كيوصلوش لهاد الارقام. ولكن كنطمنكم الدخول السياسي والبرلماني قريب جدا، وغادي نديروا واحد اللجنه استطلاعيه ولجنه لتقصي الحقائق. تيقتوا ياك وانا قادرناه. كما كيقول المثل اذا اردت ان تخبر موضوع ما ملف ما فاصنع له لجنه. وكان نوعدكم على انه سيقبر ايضا الى دارت له لجنه، لان كنسولوا كنقولوا فين هي اللجنه ديال تقصي الحقائق في المحروقات اللي حرقات هذه البلاد كامله والتي منها ابتدا الغلاء واشتعل في الاخضر واليابس الى وصلنا لهذه الدرجه هذه. وفين اللجنه الموضوعاتيه المتعلقه بتقييم المخطط الاخضر اللي تصرفت عليها 14600 مليار. طبعا هذه اللجان كلها ما كايناش. بغيتوا تعرفوا السبب شنو هو؟ السبب على انه للاسف الشديد الحكومه اخترقت البرلمان واخترقت الاحزاب واخترقت النقابات واخترقت جزء من الصحافه وكدير اللي بغات واخترقت. وهذا للاسف وهذا هو الخطير في الامر، اخترقت حتى التشريع واصبحت تشرع لتشرعن الفساد ولتفرمله باش توقفوا. ما بقى حتى شي واحد يقول غير وين هو. كنا كنقولوا قال لك ان لم يستطع فبقلبه نغير المنكر، وحتى بقلبك وبلسانك غير بقلبك ما تغير، وغير تشير الى مكان ولا الى وجود خلل ما ولا فساد ما تقد، لانه تحيدات لك وتحيدات لمن تحيدات حتى المؤسسات النيابه العامه او النيابات العامه في المغرب. السؤال المطروح اللي بغينا نطرحه اليوم هي واللي هاد السيده هذه عطاتنا هذه الرساله هذه من قلب الامارات وصيفطتها لنا للمغرب. شحال من غني عندنا في المغرب يتبرع، شحال من غني عندنا يقدر يدير بحال هذه المبادرات. غتقول لي كاينين، غادي نقول لك اياه. المغرب بلد الخير
وفيه الناس اللي متضامنين، ولولا التضامن اللي كيقوموا به المغاربه واللي شفناه في الزلزال ديال الحوز وفي غيره وكنشوفوه في رمضان وكنشوفوه، لا كان ما كان. ولكن كنقول وكنأكد على انه كاينين الناس اللي كيربحوا بزاف ديال الفلوس، ولهذا خاصنا واحد الضريبه تصاعديه على الناس اللي تجاوز الثروات ديالهم واحد الحد معين، واحد السقف معين. للاسف ايضا كنقولها وكنأكدها على ان السياسه خاصنا نغيروا الفهم ديالنا لها. وانا كنطالب من هنايا لانه عينا الاحزاب راهي ما دايره والو، ونحن كنطالبوا كنثيقوا في المؤسسات ديال الدوله ديالنا، كنطالبوا من وزير الداخليه ووزاره الداخليه انها تحمينا وتحمينا من الفاسدين، واللي عنده شبهه فساد في 2026 ما خاصو يترشح. غادي يجي واحد كيقول لي قرينه البراءه، ولو ان هذه القرينه بين قوسين ما كايناش. الاصل في الاشياء، الاصل هو البراءه، ولكن الشبهه راه كاينه. كنقول لكم راه واحد الفقيه فرنسي قال على انه عندما يتعطل القانون تبدا الاخلاق في الاشتغال. ايوا هنايا كتقولوا لنا ما كاين قانون اللي يمنع وكاينه قرينه البراءه، فكنقول لكم اسيدي كاينه الاخلاق. اللي عنده شبهه يمشي يرجع للنور ويخلي السياسه لماليها. ونجي ونقول على انه اليوم للاسف مولي راه المشكل عندنا في المغرب هو اللي بغى يدير الفلوس يدخل السياسه. راه واحد المفارقه غريبه جدا، اللي ما عنده ريال واللي مقرد واللي ما عنده خدمه يجي يدخل السياسه في ظرف 3 سنين 4 سنين 5 سنين تلقاه ملياردير. وزعما تقارنوا روسنا باسبانيا، نقارنوا روسنا بفرنسا، نقارنوا روسنا بالدول الاخرى. واللي كيمارس السياسه كيترشح للمصلحه العامه ولصالح المواطنين، وكيضرب فيها الصباط وكيطيحوا السنيه وما كيدير حتى الفلوس، والنهار اللي خرج كيرجع للوظيفه ديالو. ولهذا كنقولوا لهم راه اللي خاصو يدير السياسه يديروها الناس اللي عندهم مهنه معينه كتعيشهم بعدا، وعندهم واحد الوضع اقتصادي معين كيحافظوا عليه كاين واضح، ماشي ما عنده والو جاي يربح على ظهريان وعلى ظهر المواطنين. ولا خصنا نغيروا هذا الفهم هذا ديالنا اللي وصلنا لهذه الدرجه اللي 18 واحد ضحكوا علينا وشحال من واحد ضحك علينا واللي جاي يدي الفلوس. ولولا تدخل الحكيم لجلاله الملك اللي لغى الاضحيه لكانوا اعادوا الكره. وكنقولها وكنأكدها لانه في كل مره تسلم الجره في هذا البلد، لان ما كاين الحكومه ما كتحاسبش. ويجي واحد ويقول لي يا ولدي راه ما كاينش قانون ديال تضارب المصالح باش نمنعوا السيد رئيس الحكومه بانه يقوم بواحد الصفقات. وكنقول لك الا ما كان القانون وخاص يكون، وهذا هو جوهر النقاش، خاص يكون قانون ديال تضارب المصالح وخاص يكون قانون ديال تجريب الاثراء غير المشروع. هذا هو النقاش الحقيقي، ماشي الماده 3 ولا الماده 4 ولا الماده 16. ولكن كنرجع وكنقول الا ما كان القانون تكون الاخلاق. انا رئيس حكومه ولا مسؤول ما ندخلش في الشبهات وما نشد الصفقات. واش كيفاش انت هنا انت الخصم والحكم؟ وبزاف ما يمكنش تكون خصم وحكم في نفس الوقت. انت رئيس حكومه وانت مدبر لقطاع معين وانت ايضا صاحب الصفقه، وانت راه تختلط. ولا نعرف فينك انت كرئيس حكومه وفينك انت كمستثمر وشكون غادي نحاسبوا، من سنحاسب. وراه كاين عندنا واحد التناقض غريب جدا انا ما بغيتش تفهم ليا، راه لا يقع الا في المغرب. وخصنا نقطعوا مع هذا الشيء الا بغينا نمشوا لقدام، ولا بغينا نمشوا لهذا 2026 اللي كلها باني عليها واللي ما عرفش بغى يديرها، وهذا التهافت عليه وهذا التضارب عليه وهذا التنابز بالالقاب وهذه الهضره هذه اللي كاينه. شلون كنقولها وكنأكدها؟ الاحزاب السياسيه كنقولها لهم كاملين اللي في التحالف الحكومي، وكنقولها من منطلق المسؤوليه، اللي كيقول انه كاين اختلالات واللي كيقول على انه كاينه شبهه فساد واللي كيقول على انه لن نحقق ما يمكن تحقيقه، كنقول له سيدي خرجوا نسحبوا وقفوا اللعب. من حقكم، هذه هي الديمقراطيه. ولكن انا كنكون غادي في واحد اللعبه واحد المسار معين ونقول ما عاجبنيش وراه ما درت، وننتقد هذا وهذا ينتقد هذا في واحد الصراع انتخابي سابق لاوانه باقي له عام و8 شهور وما عرفنا كاع شكون غادي يعيش ولا ما غادي يعيش، وكتدخلوا المغاربه في دوامه ديال بزاف ديال الحوايج. الله يجازيكم بخير. كنقول لك هاد الناس هادو راه مع هاد الحكومه هادي راه خطير الامر ديالها. ومع هاد الحكومه في الحقيقه اللي ما تغنى ما عمرو يتغنى. كنقولوها نحن بالحسانيه، مع هذه الحكومه حد ما ردم الفقر ما كلي يردمو، يعني حد ما بغى يتغنى راه ما عمرو يتغنى، لانه اللي دخل معاها كيتغنى. المقربين واصحاب الموالاه وباك صاحبي واللي معاك في الحزب نعطيه واللي معايا قريب ليا نطلعوه واللي
وفين غادي المغاربه؟ راه عندهم الكفاءات، ولكن للاسف ماشي كنا عندنا الولاءات. المغاربه فيهم العقول، ولكن للاسف ما عندهمش جداتهم في المعروف. المغاربه نساء ورجالا عندهم بزاف ما يقولوا، ولكن للاسف كلهم متحزبين. ودخلت عليكم بالله كيفاش بغيتوا المغاربه والشباب خصوصا يثيقوا فيكم ويصوتوا في 2026 بهذه النماذج وبهذه السيبه اللي كاينه في المال العام وبهذا عدم المحاسبه اللي كدير هذه الحكومه واللي كتكلم لي على الميثاق الاخلاقي والميثاق الثقافي. الله يهديكم، اسموها ميثاق اخلاقي. فين كاين الميثاق الاخلاقي؟ طبقوا لنا القانون، خلينا من الميثاق الاخلاقي. الاخلاق كاع ما كاينه في السياسه، ولو كانت الاخلاق في السياسه ما وصلناش لهذا الشيء اللي واصلين له. فبركه من الضحك على الدقون. المغاربه راه فاقوا وعاقوا، وهذا النموذج اللي كتعطوا لهم، هذا النموذج اللي كتعطوا لهم راه ما حتى شي واحد ما كيشجعوش يجي في الانتخابات. وحنا عارفينكم غادي تقولوا احسن ولا تمشوا يعمل مولانا يعملكم ما تجوا، راكم عندكم الفلوس وغادي تمشوا للحواشي والقرى والبوادي والتفقير والتجهيل وغادي تشروا لان عندكم الفلوس. ولكن الى متى السؤال؟ الى متى تستثمرون في فقر وجهل المغاربه؟ انا كنتكلم مع الشرفاء داخل هذا الوطن وكنتكلم مع العقلاء داخل هذا الوطن. اما النخب السياسيه، وانا جزء من هذه النخب السياسيه، كنقول لك والله العظيم اللي دخل لشي بلاصه كيقلب غير يشنق شي حاجه. حنا كنا شناقه، والله الا كنقولها كنا شناقه. اللي لقى شي حاجه بغى يتك عليها بغى يديها ويقول لك انا وبعد الطوفان اش غادي نخسر انا واش غادي ندير انا، خاصني ندير وما نبقاوش نضحكوا في الشناقه. ولا الوسطاء اللي درناهم هما يعني الحائط القصير. كنا شناقه، غتختلف التشناقات من التشناقات. كاين التشناقات الكبيره وتشناقات المتوسطه وتشناقات الصغيره، واللي اتك على شي حاجه كيديها. فالله يجازيكم بخير، فعلوا المحاسبه وفعلوا المراقبه، وخاصنا نعاونوا هذه البلاد هذه ونعاونوا جلاله الملك. واللي بغي البلاد ديالو ما يمشيش للمال العام، واللي بغي البلاد ديالو يتقي الله فيها، واللي بغي البلاد ديالو يفكر لها في المستقبل ويفكر لها في السلم الاجتماعي ديالها ويفكر لها في الامن الغذائي ديالها ويفكر لها في بزاف ديال الحوايج. واللي ما يبغيها يمشي بعد عن السياسه ويخليها للناس ديالها. تحياتي لكم وعواشركم مباركه وكل سنه وانتم طيبين.